جنب حسن جود المدافع. المباراة يعني صعبة لأنه أنت طبعا في البدايات، ودائما يعني الفرق ما بتقدمش مستويات في بداية المسابقات الرسمية، فكان يعني احنا يعني كمان بنجهل يعني إمكانيات أو قدرات فريق الأقصى. الشوط الأولاني كانوا بيعتمدوا هم على الكرات الطويلة ومن خطأ دفاعي يعني استغلوا الكرة ثابتة وعدم يعني تواجد حيطة أو حائط صد بالعدد الكافي تسبب طبعا في الهدف الأول. يعني كنا احنا يعني في الشوط الثاني يعني حكينا للعيبة انه انت يعني الهدف مش نهاية المطاف، قادر تجيب هدف بس انت تلعب وتحترم الخصم وتأدي برجولة في الملعب. طبعا قدرنا نسجل هدفين وننهي المباراة لصالحنا. لكن انا بقول لك انه الكاس دائما يعني بيكون في مفاجآت، وكان يعني تحدث مفاجآت وحيحدث مفاجآت في الفرق. بالنهايه يعني في يعني شويه اخطاء بالفريق يعني لابد ان نعالجها. كمان درجه حراره عاليه يمكن اثرت على اداء اللاعبين إلنا وإلهم، فكانش الاداء يعني بالمستوى اللي المطلوب. لكن الحمد لله بنقول احنا يعني تقدم يعني مرحله لدور ال 16 كويس، يعني بديك يعني دافع. وكمان اليوم هذه يعني زي ما بنقول قرصه ودن، يعني اللعيبه بدهم يعرفوا انه المباراه اللي جاي اصعب. كل ما انت تقدمت يعني خطوه للامام حتقابل فرق اعلى، وانا بقول الفرق الاعلى بتخليك تطلع كل اللي عندك، يعني صحيح مع احترامي للاقصى في ذهن اللاعبين والاقصى درجه ثانيه، فاحنا يعني كسبانين، لكن تفاجئنا طبعا بالهدف اللي تسجل فينا. هذا يعني بده يعني شويه يعني توعيه للاعبين وثقافه الفوز مع كل الفرق، مع الكبير ومع الصغير تكون عندك ثقافه الفوز. فكانت يعني شويه كان في تراخي في الشوط الاولاني، لكن في النهايه الحمد لله صعدنا لدور 16، وان شاء الله يعني بتكون اللي هو المباراة الجاية بتكون أفضل من هيك، لأنه إحنا كل ما دخلنا في المنافسات في مباريات أكثر يعني بتختلف عن المباريات الودية، فبالتالي المباريات الرسمية لها طابع المنافسة والقوة. فإن شاء الله طبعا يعني كل هذه الأخطاء اللي حصلت ما تحصلش المباراة الجاية، وإن شاء الله يعني حنعالجها. الرحمن الرحيم. اول شيء بنهدى هذا الفوز لفريقنا الكبير غزة الرياض ونادينا، والحمد لله اللعيبه طلعت على قدر المسؤوليه، والحمد لله على الهدف، وان شاء الله نركز في اللي جاي. طبعا اول شيء الحمد لله على المكسب. كانت مباراه كثير صعبه والله، فريق الاقصى يعني فريق محترم. هي دائما البدايه صعبه. الشوط الاول يعني احنا كنا خارج الخدمه بصراحه. الشوط الثاني عدلنا شوي، قدرنا نرجع للمباراه بعد ما كنا متاخرين. الحمد لله يعني فوز معنا وشويه يعني انه قدام نكون احسن، وان شاء الله يعني هنطلع شويه عبين ما الفريق يصل لفوق، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله.